الو. الو، مساء الخير. ازيك يا استاذ سامي جرجس معايا استاذ سامي ايوه انا. ازاي مين؟ ما حضرتك يا فندم برنامج كريزو بالانجيل، احنا على اليوتيوب على الهوا، وكان عندي سؤال. لا يا فندم، انا ما بردش على التليفونات بالشكل ده. ليه يا فندم؟ يعني الكتاب بيقول كريزو بالانجيل. معلش، ما حضرتك كلمتني قبل كده وقلت لك انا ما بردش على التليفونات بالشكل ده. طب حضرتك عايز انه شكل؟ طيب يعني احدد مع حضرتك ميعاد. لا يا فندم، اتصل باي حد تاني احسن مني. ناخد بركه يا فندم. انا ما بردش على حد. نعم. ناخد بركه. انت بتاخد بركه وانا باخد بركه، بس يعني كل واحد عارف حدود امكانياته ايه. انا ما عنديش استعداد ان انا اتكلم في التليفونات. يعني اللي انا اعرفه ان حضرتك بتدياكل في الكرازة الكنيسه بالإنجيل مش من خلال سؤال بالتليفون يعني. لا، يبقى حضرتك بس فاهم غلط. امال من خلال ايه؟ ابعت للكاتدرائيه وهم يردوا عليك. للكاتدرائيه لو عايز تستفسر، لكن عشان بتتحدى، لا، انا ما عنديش انا يا فندم انا مش بتحدى، هسمعك صدقني والله. انت لو انت يعني واضح ان انت متابع وعارف، فانا بقعد اسمع. انتوا ليه عندكم فكره ان انا مش هديك فرصه تتكلم، وان انا هقطع عليك الخط، وان انا اي حاجه؟ ليه يا فندم؟ انا ما عنديش استعداد اتناقش بالطريقه دي. انا ما اتربيتش على كده. معلش، دي تربيتي بقى يعني. سواء اذا كان ترضي سيادتك او ما ترضيش سيادتك. لا، دي حاجه ترجع لك يعني، بس الكتاب المقدس بيقول كونوا مستعدين دائما. ما هو المستعدين احاول اكون مستعد يا فندم. حاضر. يعني الكتاب المسيح نفسه كان بيقول لستم انتم المتحدثين بل روح ابيكم. ماشي، اوكي. اسال ربنا، بقول له يا رب انا عايز اعرفك. هو لا يعني حضرتك، انا لما اجي اسالك انت الطبيعي ربنا هيتكلم عنك، يعني هو اللي هيتكلم. ربنا كل اللي عرفوا ربنا عرفوه بالطريقه دي، يصلوا له يقولوا له افتح يا رب عينيا. طب ما بولس ما عرفوش بالطريقه دي يا فندم. يعني حضرتك بتقول كل اللي عرفوه بالطريقه، بولس ما عرفوش بالطريقه دي. معلش، طب ما حضرتك عارف اهو كويس اهو، احسن مني يعني. هو مش حضرتك بدياكون في الكنيسه يعني المفروض؟ يعني اصل حضرتك بتقول كل اللي عرفوا كده، وخادم وكنيسه، الكلام ده كله انا عارف الاسلوب بتاع حضرتك، انا عارفه كويس قوي، لان انا مش صغير، واخد بال حضرتك. لكن انا ما بردش بالاسلوب ده. ايه الاسلوب؟ ولا احب اتعامل بالاسلوب ده. ثواني بس معلش، ايه الاسلوب اللي عايز يعرف ربنا يصلي له، وربنا هيفتح قلبه في كل حاجه. حضرتك برضه، طب ما انا رديت على النقطه دي، قلت لحضرتك بولس ما صلاش وظهر له. وماله حضرتك يعني ادرى مني واحسن مني طبعا. مش ادرى، واضح ان يعني انا بقول لحضرتك بناخد البركه يعني. لا يا فندم، انا اللي باخد بركه لما بقول لحضرتك كده. ماشي يا استاذ سامي. دي بالنسبه لي دي يعني احسن خدمه بعملها للناس، اقول له ابحث انت بنفسك، لكن انا ما عنديش معلومات اقولها لك. يعني المسيح كان بيقول كرزوا بالانجيل للخليقه كلها، بس ماشي تمام اوكي. ماشي تحت امرك. انا ما بخدمش بالاسلوب ده. انا عندي خدمتي ضعيفه وغلبان خالص، ولكن مش عن طريق الميديا والانترنت والتليفونات. هو اللي مكتوب عن حضرتك انك خادم او واعظ في كنيسه العذراء اللي في نزهه الجديده. معلش، افرض انه هم اطلقوا عليا، صدقني انا لا انا بطلق على نفسي كده ولا اعرف اتكلم حاجه خالص. يعني حضرتك مش بدياكون في كنيسه العذراء؟ وايوه، افرض ما حضرتك سالتني قبل كده وقلت لي نفس الحوار ده. ما هو ده مكتوب، بس انا مش هالف يعني، هو ده اللي مكتوب على الموقع ان حضرتك كده. معلش، بعتبر ان اللي كاتبها دي بيجاملني زياده. تمام، اعتبر كده. تمام. شكرا يا فندم. اشكرك يا فندم، مع السلامه. اعتبر كده اللي هو ايه، ان انا مش موجود، انا ماليش علاقه بالكنيسه، انا مش شماس باي رتبه عادي. المهم ان انا ما اردش على سؤالك اللي انت عايز تساله. وكل اللي عرفوا ربنا عرفوه من خلال ايه؟ ان هم قعدوا يصلوا. طب ما هو بولس لا صلى ولا عمل اي حاجه، بل بالعكس كان بيسرق الكنايس او بيسطو على الكنائس، كان بينط عليها الجامع يعني. ومع ذلك يسوع ظهر له يعني من غير اي حاجه. استاذ سامي جرجس متخصص في دراسه الكتاب المقدس وموضوعات روحيه الاثنين، يعني ده اللي مكتوب عنه في الموقع في كنيسه العذراء اللي في النزهه الجديده. اهلا بيك يا فندم.